الشلح كيبقى غير شلح وعقله صغير وجيعان. هاد الكلام العنصري اللي خرج من الفم ديال إلياس المالكي اللي احتقر وسب الشلوح والامازيغ بدون تردد. إلياس المالكي القضيه هاد الايام عنده حامضه، ودابا محامي وجهات معينه دعاو إلياس المالكي باش يتشد في الحبس. وهذه هي الاخره لإلياس المالكي. الشلح كيبقى الشلح راه مخو صغير، مخو جيعان كما كنقولوا. قالوا لي مولايبات زنقاوي. لا انا ماشي زنقاوي، سطيحي. مولايبات سطيحي، راه سطيحي هذاك، ولكن جاب لي الله اللي غيخلصوا. وامازيغ بارك الله يعطيهم الصحه. عجبني هادشي اللي شت، راه تقدمت 24 شكايه. راني فرحان ومازال بغيتهم يتزادوا، مازال يتزيدوا زيدوا كثروا باش نعطيو العبره لوحدين اخرين باش ما يبقاش يقيس المغاربه. راه الا قصتي ويجدي قصتي شلح، الا قصتي دكوالي قصتي شلح، الا قصتي شلح قصتي صحراوي. حنا راه مغاربه. جيت باش نعبر على الاستنكار ديالي لداك الشيء اللي خرج به داك السيد إلياس المالكي، اللي خرج به اللي كنتسناو منه حنايا كما كيقولوا الفقيه اللي تسنينا يصلي بينا دخل الجامع بلغته. هذا السيد اللي كنتسناو حنايا باش يدافع على الامازيغ، حيتاش تيمثل المغرب وتيمثل المغرب قال لك ما عرفت فين كيمثل المغرب. هذا السيد اللي خرج يقول علاش الامازيغيه في الدستور وباقي ما كانش في البطاقه الوطنيه، علاش الامازيغيه كاينه في الدستور وباقي ما كانش في جواز السفر. وهذا السيد اللي خرج سيدي قال لك شلح عقله صغير وشلح جيعان، خاصو يجلسوس. وانا كنقول ديما الامازيغ السواسه وكاع الامازيغ بصفه عامه راه بينهم الزلزال، بين الحقيقه ديالهم لا في التهميش اللي تعيشوها في هذا البلاد، ولا في الحقيقه ديالهم في الرجوله ديالهم والشهامه ديالهم وكل شيء. لان الناس ديال برا كيعطيو علينا الشهاده حيه. كاينه راه الناس اللي جاو يتعاونوا مع المغرب والزوار ديال المنطقه ديال الزلزال كيقولوا ما شناش شي ناس كرماء من الامازيغ في المغرب، ما كاينش. المغرب اجواد الناس هما الامازيغ. راه بزاف الشلوح وبزاف ديال الامازيغ اللي وصلوا الرايه المغربيه بزاف البلايص وصلوا صوتهم، والراي ديالي هذا خصو يتعاقب، هذا خصو واحد العقوبه سجنيه. اليافه سواء سواسه سواء بواسه سواء العربيه، واحد كيطلع للسطح كيطلق فيديو كيطلق لايف كيطلق هاد الكاميرا كيطلق هاد البيسي، واحد معجن مخدر، واحد واكل الفاني ديال القرقوبي، واحد مقرقب كيبقى حتى ل5 الصباح، كيبقى بالاهانه، كيبقى بالسب والقذف والشتم، كيبقى يهضر الهضره الخاويه. ما تعاليم ما انت مختاريه طلعوا لك باش. وانا غنقولها للي ما قارينش، بعض المغاربه اللي متبعين التفاهه، بعض المغاربه اللي ما عندهم لا عقل لا حتى شي حاجه، كيبقاو معاك سهرانين كيتصنتوا لك كيسمعوا لك كانك كتعطي الموعظه، كانك تعطي دروس في الثقافه ولا دروس في الاستفاده ولا غيستافدوا منك، وانت انسان حقير باش تنقص من القيمه ديال الامازيغ ديال البرابر ديال الشلوح ديال السواسه ديال الناس. غنقول لك كاملين مغاربه، كاملين سواسيه، لا للتفرقه بين السوسي والريفي وبين العربي وبين الصحراوي وبين المغاربه جماع. الناس ضحات على هذه البلاد، الناس ماتت على الحريه ديال هذه البلاد، الناس ماتت على الديمقراطيه هذه البلاد، الناس ماتت على الحمايه ومن المستعمر الفرنسي، الناس ناضلات، الناس كافحات، الناس دافعات على هذه البلاد من اجل باش تبقى الوحده الوطنيه والوحده ديال هذه البلاد. وبما ان هذا الكلام هذا ما كيكونش عنده المتابعه، كنقول لك يا الزنديق يا السي إليسا ولا وانت ماشي إلياس ولا ما عرفت شنو هو، هاد الوالدين اللي ما ربوكش خصهم مازال خصك تربى، والحبس اللي ما رباكش المره الاولى خصك ترجع ليه، لانك انت ما مربيش. وما كنظنش ان الوالدين ديالك واش هذوك والديك ولا ماشي والديك، واش جايبهم، واش كيعرفوك اش كدير ولا باش كدير. ما خديتيش العبره من الدرس الاول ديال الحبس، بغيتي ترجع. وانا كنتمنى من جميع الجمعيات وجميع الغيورين على سواسه على البراءه انه يرفعوا شكايه ضد هذا. كذا كلام ديال المواطن المغربي، عربيه ودافعوا على الشلوح، اليافه ودافعوا على الشلوح، لانه ما كيبغيوش التقسيم، ما كيبغيوش التقزيم ديال شي عرق
من المغاربه. ما يمكنش انك تتكلم ناقص على السواسه. السواسه ناس فيهم المهندس وفيهم الطبيب وفيهم الوزير وفيهم رؤساء الشركات، مدير الشركات، معامل. السواسه ناس بالطبع ديالهم ناس متخلقين، ناس محترمين، ناس داخلين سوق راسهم كيف ما كانت المنصب ديالو، كيف ما كانت الهويه ديالو، كيف ما كانت المهنه ديالو. ناس دراوش، ناس داخلين ما باغيين لا مشاكل لا حتى شي حاجه، عايشين في امن وامان، ما كيدخلوا في حد، ما كيهضروا في حد، ما عندهم مع التفرقه، ما عندهم مع التمييز. ولكن انت حاولتي ما امكن بهذه الخرجه ديالك، هذه الخرجه ديالك، لانه ما خصناش نهضروا عليك، واخا غادي نعطيوك الاهتمام وغنتكلموا عليك، لانك كنت مخضر ودائما كتبقى كما كنقولها المعجون والمخدر، انها المخدرات كما كنقولوا انها المخدرات. كدير شي وحدين اللي كتبقى عنده الجرأة حتى ل5 الصباح و6 الصباح وكيبقى يسب في المغاربه، كيبقى في السب والشتم والتشهير والهضره الخايبه والهضره اللي ما عندها حتى منطق والهضره اللي ما عندها حتى شي وزن. الهضره يعني حنا طالبنا وغنطالبوا اليوم ومن امام المحكمه بلي شكايه، ماشي انا كمواطن عادي، كنطلب من المسؤولين ومن الناس ديال الجمعيات ديال البرابره ديال السواسه ما يخليوش هذا الفيديو يدوز هكاك، باش يكون عبره على اي واحد يسيء، سواء السوسي سواء الريفي سواء الصحراوي سواء الفاسي سواء العروبي، باش ما يبقاش يتجرأ. ما يمكنش الطل ديال المعجون وتبقى تاكل وتبقى تسب عباد الله، ما يمكنش تبقى طال الصباح تبقى تسب عباد الله، واكل القرقوبي واكل الفديد. انت انسان حقير، انت انسان مزبله، انت انسان ميكروب، انت ما تستحقش. ولكن الخطا ماشي ديالك، الخطا ديال الناس اللي طلعوا لك البعرة كما كيقولوا، اللي طلعوا لك الشان، انه كيتكلموا على ناس، كتكلم على العلماء وعلى المخترعين وعلى ناس واحد اكتشف السياره الهيدروجين ولا السياره ديال الكهرباء ولا الباتري ولا شي حاجه ديال المناجم ولا شي حاجه ديال الاختراع ديال الادويه ولا شي واحد اللي دار شي انجاز عظيم في هذه البلاد هذه، والناس متبعين التفاهه، متبعين واحد ميكروب، متبعين واحد زباله، متبعين واحد خانز، واحد ما يسواش، واحد ما يصلحش، واحد ما يمكنش ان هذا المستوى هذا يدوز، ما يمكنش هذا الفيديو هذا يدوز، ما يمكنش. لانه الا داز هذا الفيديو غيطاول على مرة اخرى على يافا ولا على الصحراويين وعلى ناس اخرين. ما يمكنش انه هو لابد ما ترفع شكايه. وانا كمواطن مغربي لا للفتنه، المغاربه خوت من طنجه حتى للقويره، بغينا شكايه ضد هذا المدعو باش ياخذ عاوتاني الجزاء ديالو، باش ما يبقاش يتكلم. ويراقبوا هذا السيد هذا، لانه ما كيعطيش واحد الافاده، وانما كيعطي واحد التاثير خايب وغير صالح بالنسبه للشباب وبالنسبه للمغاربه. الخطر هما حنا، الخطر هما حنا اللي كنتابعوه، الخطر حنا اللي كنضيعوا الوقت ديالنا في هذه النماذج، في هذه البعوضات، في هذه الميكروبات. حنا اللي كنرتكبوا الاخطاء، كنشدوا التليفون عوض ما نشوفوا شي حاجه اللي فيها الفائده، عوض ما نشوفوا شي حاجه اللي غتستافد منها، كنشوفوا واحد كما كنعاودها ونقولها كيبقى حتى ل5 الصباح واكل المعجون واكل الفانيد، كيعطي دروز في التفاهه، دروز السب والقذف والانحطاط. ما عادش غادي نقول لك الخطا ديالنا، الخطا ديالنا ما تبعوا اللي بغيتوا تتبعوا وشهروا اللي بغيتوا. واحد دراسو مشهور، دراسو اسطوره، كانه مختار لنا الاكسجين ولا ما عرفتش كيدير، ولا اختار لنا شي حاجه ولا شي ادويه. واحد ما يسواش، واحد ما صالحش. واش واحد مغول في السطح باك ياكل المعجون وباك كيقذف عباد الله ويسب عباد الله ويطيح عباد الله، وزاد طيح من قيمه ديال سواسه. سواسه رجال ما عمرك ما توصل لهم، سواسه ويافا وصحراء وفاسه والعربيه كلهم رجال، والمغاربه كاملين رجال، ضحاو على هذه البلاد، ضحاو على هذه البلاد وماتوا على هذه البلاد، وماتوا على قبل الديمقراطيه وعلى قبل الحريه وعلى قبل البطاله وعلى قبل التعليم وعلى قبل الصحه، وتجي انت تتكلم وتطيح من قيمه ديال البرابره. يافا
سواء سواسه سواء بواسه سواء العربيه. واحد كيطلع للسطح كيطلق فيديو كيطلق لايف كيطلق هاد الكاميرا كيطلق هاد البيسي. واحد معجن مخدر، واحد واكل الفاني ديال القرقوبي، واحد مقرقب كيبقى حتى ل5 الصباح، كيبقى بالاهانه، كيبقى السب والقذف والشتم، كيبقى يهضر الهضره الخاويه. ما تعاليم ما انت مختارين. لو وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير اشتراك بالقناه مهدي WBS. نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله.